ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده نعمل مع بعض الغريبه. بتدوب جدا، اول ما بتحطيها ببقك كده هتلاقيها دابت معاكي وبقت حلوه قوي. تعالوا نشوف كده شكلها دايبه عامله ازاي. شايفين لونها حلوه جدا؟ ممكن تطلعيها افتح من كده لو انتي عايزه افتح من كده. شايفين بقى دايبه ازاي؟ تحفه. يلا نبدا مع بعض ونشوف عملناها ازاي. في الاول كده معانا كوبايتين من الزبده، هنديهم ضربه كده خفيفه الاول، وبعدين بقى نزود عليهم كوباية من السكر البودر. يبقى كوبايتين زبدة عليهم كوباية سكر بودر. نضربهم بقى، وزي ما تعودنا لازم طبعا نعمل كده بالسباتيولا، ننزل كل السكر اللي لسه ما وصلش للزبدة علشان نخلي كل الخليط يدخل في بعضه. هنفضل نضرب فيها لحد ما توصل للقوام الكريمي ده، واللون هيبقى فاتح كده. ده القوام اللي احنا محتاجينه. ده بقى شكلها. نزود عليها معلقة صغيرة من الفانيليا، دي اختياري، ممكن تحطيها ممكن ما تحطيهاش براحتك، بس انا بحب احطها، بتدي ريحة كده لذيذة يعني. هنزود بقى عليهم الدقيق، هنحط 4 كوبايات من الدقيق وعليهم رشة ملح. طبعا زي ما اتفقنا الدقيق هنحطه واحدة واحدة، يعني ممكن ياخد معاكي من 3 كوبايات ونص ل4 كوبايات. تمام، على حسب نوع الدقيق بتاعك. ممكن كمان ياخد 4 كوبايات ومعلقتين 3، مفيش مشكلة. تمام، يبقى حطينا 4 كوبايات من الدقيق، عليهم كوبايتين من الزبدة، عليها كوباية من السكر البودر ورشة ملح، وكمان حطينا معلقة صغيرة من الفانيليا. ده كل المكونات اللي احنا حطيناها في الغريبة. انا مش بعجن، انا مجرد بخلط كده الدقيق بالمكونات السائلة بتاعتنا. طبعا زي ما احنا متفقين ان العجينة بتبقى تمام، بس ايديا بتلزق في الايد اللي انا شغالة بيها. بعد ما غسلت ايديا وجيت اديني بجربها، حلوة قوي العجينة، مظبوطة تمام 100. اخدت 4 كوبايات بس من الدقيق. هنحط بقى عليها اللي انتي عايزاه، يعني ممكن تحطي عليها من فوق ألمند، لوز، ممكن تحطي اي مكسرات متاحة عندك. هنعمل بكذا حاجة النهاردة. يبقى هنكورها كده ومش هتضغطي عليها ولا اي حاجة، انتي بس مجرد بتكوريها وبتحطي اي حاجة انتي عايزاها من فوق في النص كده. هي هتاخد الشكل مع التسوية، هتاخد الشكل، ما تضغطيش عليها. انا بعد ما حطيت واحدة عليها شوكليت شيبس فشلتها وقلت هعمل يبقى الصاج كامل كده، وصاج كامل شوكليت شيبس. نيجي بقى نعمل الصاج التاني، برضو عملته كله دواير كده صغيرة، وحطيت عليها اللي انتي حابة تحطيه من فوق. انا حطيت هنا شوكليت شيبس. ممكن كمان لو انتي مش عايزة تحطي اي حاجة من فوق ممكن تسيبيها سادة. وكمان ممكن تاخدي حتة كده صغيرة تحطي عليها معلقة صغيرة كاكاو مثلا، عليها معلقة صغيرة من الزبدة، وتخلطيهم كده معاها هيبقى لونها بني، وتعملي كور صغيرة وتحطيها عليها من فوق لو انتي مش متاح عندك انك تحطي اي حاجة يعني من فوق، وحابة تعملي فيها حاجة تانية. هنحط بقى ده سبرينكل كده شكل نجوم، وفي سبرينكل دواير، يعني المتاح عندك حطيه. بس مش كل حاجة بينفع تدخل الفرن، لازم تجيبي انواع تكون بتدخل الفرن. بصراحة انا النوع ده ما كانش بيدخل الفرن فبدأ يسيح معايا شوية، بس مسحش قوي. في نوع تاني هوريهولكوا دلوقتي حطيته في الفرن، اللي هو العيون ده. لو شايفين من تحت خالص انا حطيت رسمة العين دي ممنوع تحطيها في الفرن، هتسيح معاكي، فانا ما تحطيهاش. يعني انا عملت كام واحدة وما حطيتش تاني، واحسن ان انا ما عملتش كتير يعني. ده شكل الصواني بتاعتنا. هندخلها الفرن على درجة حرارة 270 في امريكا ودرجة حرارة 160 في مصر. مجرد ما تاخد لون خفيف جدا من تحت، يكون اصفر كده، او لو حابة تحمريها سنة بسيطة من تحت، هتطلعيها ما تلمسيهاش،
تفضلي سايباها في الصاجات بتاعتك، هتاخد 10 دقايق ولا حاجة كده في الهواء، هتلاقيها مسكت نفسها. وبكده اول ما تمسكيها مش هتدوب في ايديكي. يبقى لازم نطلعها من الفرن ما نلمسهاش ونسيبها حوالي 10 دقايق وبعدين ابقى نمسكها. تمام. وده شكل الكمية بتاعتنا بعد ما خلصناها كلها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين لونها حلو قوي. ممكن تطلعيها افتح من كده كمان، بس احنا بنحب اللون ده. وبس كده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس على اليوتيوب. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير على الفيسبوك وعلى انستجرام. واشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.